أسوأ حفلة شفتها بحياتي هي كانت هي. لك والشغلة مو بالشامي، الشغلة بالناس اللي هنيك، وحياة الله العرب مقرفين مقرفين، حياة الله أنا كتير بحب الشامي. أنا طارقة مشوار 9 ساعات من الدنمارك لهون بس مشان أحضر له هاي الحفلة، تمام؟ بس أقسم بالله الناس اللي هنيك زفت زفت. العرب ما بيلبق لهم حفلات، همج حوش. نحن كنا هنيك للساعة 6:30 على أساس رح يفتحوا القاعة الساعة 7، تمام؟ إيه ما فتنا نحن على القاعة على فكرة، يمكن 9 مدري 9:30. والله أنا أصلا من كتير ما طول ما طلعت على الوقت. ماشي شيلوا قصة الطابور على طرف، تمام؟ تنظيم صفر صفر حرفيا. انتوا بتروحوا بدكم توقفوا لانه اشتريتوا تيكت في اي بي على اساس، تمام؟ طيب وين طابور الفي اي بي؟ ما حدا بيعرف. بتروح تسالي الناس على اساس السكيورتي اللي هنيك اللي لازم ينظموا الحفله، بيقولوا لك ما بعرف، في منهم ما بيعرفوا يحكوا انجليزي. طيب كيف انت ما بتعرف تحكي انجليزي يا زلمه؟ طيب لا عربي ولا انجليزي، انا كيف بدي اتواصل معك؟ ماشي خلص عرفنا هذا شخص، رحنا على شخص ثاني، تمام؟ وين طابور الفي اي بي؟ ما بعرف. انت فوتي اطحشي بالعالم، وانت بس تفوتي على الحفله لجوا بتعرفي هذا كله. طيب عرفنا فتنا على الحفله لسه ابشع وابشع. اللي هنيك بس عجيان جايين لهنيك ياكلوا هوا حرفيا، يعني ما بدي احكي كلمه اكبر، بس يعني جايين لهنيك ياكلوا هوا. العمى على القرف. لكل مشكله يعني انتوا هيك بيكون نيتكم حلوه صافي، انتوا جايين تنبسطوا بس بدكم تشوفوا الشامي. شامي شفتوه ما شفتوه مثل خلق اصلا، لانه الناس ضلت تدفش. هي اول شيء. ثاني شيء يعني هذا التدفيش على فكره مو مشكله، بس يعني الاولاد اللي كانوا هناك كثير قرف. الحفله هي اللي كانت زفت، الناس اللي هنيك كانت زفت، هو ما له علاقه. بالاخر الحفله اخذت ضجه زياده عن اللزوم ومو مستاهله كل هالشيء صراحه. اذا بيسالوني ارجع عيدها، لا والله ما برجع عيدها. هي اول شيء. ثاني شيء مو مشان الشامي، ما انا كثير 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 بحبه عن جد، ولهلا بحبه، بس مرة تانية الناس اللي هنيك كتير زفت. ويعني كلها بتذكر